سلام سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. انا في نعمة والحمد لله، ربي يدومها علينا وعليكم. كيما راكم تشوفوا هنايا جبت لكم كعكات الورشات، بطريقة تاع ليمون، ماشي كيما طريقة تاع بكري. هادوك الكعكات اللي يطيبوا داخل ليمون، طريقة بزاف شابة، وصفة بزاف شابة، وطلية تانيك تجي بزاف علامة. نخليكم كي العادة والعوايد مع المقادير. بديت لكم بلا فارس. هنايا درت كاوكاو حوالي 3 كيلات، زدت لها كيلة تاع السكر ناقص دو دوا، زدت لها شوية تاع القرفة لافاني، وكيما راكم تشوفوا هنايا زدت لها السمن والعسل، مغرفة حتى زوج مغارف بيان بومبي تاع السمن، وتانيك نفس الشيء بالنسبة للعسل. نخلط كل شي بيا مع بعض. وهنايا حبيت نعطي لكم النصيحة للكاوكاو تاعكم باش يقعد لكم طري. هنايا حمصت الكاوكاو تاعي، ما حمصتوش بزاف حتى ولا لي مارون، حمصتو نورمال برك، عطيت له هذيك التحميرة الخفيفة. ورحيتو غبرة، انا عندي واحد لاشوا يرحي غبرة، رحيتو غبرة وفورتو. بعد ما فورته نحيته من الكسكاس وخليته حتى برد باش بديت نخدم به. وانا يا لافاس هذه خدمتها لافي، على خدمتها لافي باش تتعسل لي العجين تاعي، يتعسل لي. نخلط كامل هذوك لي زانكريديون ونطمها بالمزهر، ونجي هنايا نكور كريات صغار تاع 15 غرام كيما راكم تشوفوا هنايا. درت غير كريات صغار تاع 15 غرام، نوجدهم كامل لافي ونغطيهم. قلت لكم باش لافاغس تاعي تجيني بيان معسله، الاحسن توجدوها على البكري. ونجي باش نوجد معاكم لاباط تاعي. هنايا درت كيما راكم تشوفوا 3 كيلات تاع الفرينه، الكيله قستها لكم بهذاك لو بول. زيد لافاني على حسب الذوق، انا عن نفسي من محبي ذوق الفانيلا، نحب بزاف نكثر لافاني في غاتو تاعي. نزيد وحده تاع خميره، قرصه من الحلاعين الشيطان نسيت ما قلتها لكمش. وهنايا ذوبت سمن كيما راكم تشوفوا، كيله تاع سمن، كيله ذوبتها وزدت فيها حوالي زوج مغارف ماشي ذايبين، باش العجين تاعي يجيني مبسس بيان. والسمن تاعك هنايا لازم يكون بارد، ماشي من النار للفارينة، لازم يكون بارد باش لا فارين تاعكم والعجين تاعكم ما يديركمش لي بتيت بول. كيما راكم تشوفوا هنايا نبسس كامل العجينه تاعي، نبسسها بيان بيديا حتى كامل المقادير يتجلسوني مع بعض. انا كنت ندير الطريقه التقليديه تاع حبه بيض وكامل ونطمها غير بالمزهر، ومن بعد قلت علاه ما نبدلهاش ونولي نطمها بالماء والمزهر، تجي وصفه بزاف شابه وتجي بزاف خفيفه وطريه. اسمحوا لي بالحليب والمزهر. وهنايا كيما راكم تشوفوا كيلت كيلة بين الحليب والمزهر. الحليب تاعك هنايا لازم يكون دافي، تدفيه شويه. انا جيت نكيل في هذيك الكيلة ومن بعد قلت لا نستعمل الكاس، خفت كيلة تجيني بزاف، فينا المدة لي سوا كيلة اللي كيلت بيها لا فارين نفس الكيلة اللي كيلت بيها لي زانكريديون هذو كامل كيما راكم تشوفوا هنايا. قلت لكم 3 كيلات تاع الفرينه، زدت لها كيله بيان بومبي تاع السمن ذايب وبارد، وزدت لها لافاني ساشي تاع خميره الحلوه، قرصات ملح على عين الشيطان، وزدت لها سمحوا لي نسيت ما قلت لكمش 3 مغارف حتى 4 مغارف تاع سكر غلاس ولا فاني، وطميتها بنفس الكيله بين خليط تاع الحليب ومزهر. وكيما شفتوا القصعه تاعي صغيره، الوغ حطيت العجين تاعي في البلان دو طرافاي وطميته. شوفوا القوام اللي تحصلت عليه، قوام بزاف شباب وطري ويساعدك في الخدمه. دوك نغطي العجينه تاعي نخليها طريه حوالي نص ساعه، ما بيد نكمل شغلي ونجي نخدمها. هنايا كيما راكم تشوفوا بعد ما ريحت لي العجينه جيت وزنتها كامل دي بول تاع 30 غرام. نكمل نوزن كامل لي بول تاوعي تاع 30 غرام،
نحطهم في البلا ونغطيهم باش نبدا الخدمه معاكم. كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما وزنت كامل لي بول تاوعي، خديت اون بول وحليتها بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا، وخديت لابول تاع لافارس تاني درتها على شكل حربوش وحطيتها على العجينه ولويتها عليها. هذه هي الطريقه اللي يخدموا فيها في الورشات، طريقه سهله وبسيطه. وخديت عندي ليمول تاع لي بابا، كي هذو ليمول تاع لي بابا حطيتهم فيه، صدقوا لي الشكل جاني علامه. جربتهم ديجا في ليمول تاع السيليكون، هذوك موايا خرجوا لي بزاف صغيورين، جو انا ما قنعونيش، بصح هذو ليمول تاع لي بابا جاوني بزاف شابين. كيما راكم تشوفوا هنايا اني نسقم في الحبه تاعي، نبسطها بيان ونسقمها بيان، ونولي باش نخدم معاكم حبه ولا زوج واحد اخرين باش تشوفوا بيان الطريقه. ان شاء الله برك الطريقه تكون واضحه والفيديو يكون خفيف ظريف عليكم، وتكون عندكم رحابه صدر باش تكملوا الفيديو للاخير. هنايا بعد ما نخدم الكعك التوعي راح نثقبهم من الفوق. الكعكات تاوعنا لازم نثقبوهم من الفوق باش الفورم تاعهم ما يديفورماش وتانيك الهواء يخرج منهم. هذا السر من اسرار الورشات. دوك بعد ما نكمل كامل الكعكات تاعي راح ندخلهم للفور يطيبوا كيما نطيبوا الكعكات العاديين. او الكعكات تاوعي بعد ما طابوا شوفوا كيفاش طابوا لي، الله الله. كيما على بالنا ما حش نستعملوا الجهه الفوقانيه، حنستعملوا الجهه التحتانيه. شوفوا كيفاش تقبتهم من تحت، ودوكا بعد ما يطيبوا تاني راح نزيد نتقبهم من الفوق. هذيك الجهه التحتانيه ما كناش قادرين نتقبوها، ومام الا تقبناها حتعاود تغلق. الوغ بعد ما يطيبوا نثقبوهم من الفوق. شوفوا هنا قعدت لي شويه عجينه درتها على الشكل حبه شراك غير باش تشوفوا هشاشه العجينه تاعي. وهنايا جيت باش نخدم معاكم طليه. الطليه تاعي كيما راكم تشوفوها هنايا خلاص وجدتها، راح نعطيها ليكم غير لمحه قصيره. كيما راكم تشوفوا هنايا عندي زوج باكيات تاع سكر غلاس المرجان. استعملت الكاس اللي وريت لكم تاع لاتاي، كاس حليب، كاس زيت وكاس ماء زهر، خلطتهم بيا مع بعض وفرغتهم من الفوق. عجنت العجينه تاعي وبديت نحل فيها بالقارص حتى تحصلت على القوام اللي حبيته. ولا كولور ديري لا كولور اللي تحبي، انا حبيت نديرهم في البلون كيما راكم تشوفوا هنايا. والطليه تاعكم باش يجيكم الكلاصاج شباب لازم ديريه ثقيل، وتانيك ما تضربيش بزاف، ما تهبطيش بزاف هذاك الكلاصاج على الكعكه باش الشكل تاعها يجيك شباب. هنايا بعد ما يبست لي الطليه، خديت بانسو وخديت لوستراج نكري وبديت نمسحهم من الفوق. بل ما نمسحهم من الفوق نقيهم كامل كيما راكم تشوفوا هنايا، نقيتهم كامل باش مسحتهم من الفوق. ولا ديكوراسيون كيما تحبي، انا درت هذو لي سيرسو تاع لي فلور اللي راهم طوندونس بزاف، دهنتهم بالكلاصاج وحطيتهم من الفوق ومسحتهم بالدوغي النكري دوغي ليكيد، وزدت لهم ديكوراسيون خفيفه نتاع لي بتي نونورس في الغاز جوست باش نبينها باللي هادوك الكعكات درتهم على جل زياده. هذا ما كان، وانتي ديري لا ديكوراسيون اللي تحبيها واللون اللي تحبيه والشكل اللي تحبيه. انايا عطيت لكم جوست اون ايدي، هذا ما كان. كيما راكم تشوفوا هنايا الكعكات تاوعي بعد ما كملتهم راح نحطهم في الكيسات وراح نتلاقاو ان شاء الله على طاولة التقديم في الشكل النهائي تاعهم. هاي الكعكات تاوعي بعد ما درتهم في صحن التقديم وحطيتهم على الطاولة. هنايا كنت دايرة وليمة، عرضت جاراتي كامل جاو يتقهووا عندي. كيما راكم تشوفوا الكعكات تاوعي، شوفوا الطراوه تاعهم، الكلاصاج جالي كيما الفوندون، جالي بزاف خفيف وطري.
والكعكعات ما نحكي لكمش عليهم. البنه والطراوه كاع اللي ذاقوهم قالوا لي جاو هايلين. كيما راكم تشوفوا بنتي ما خلاتليش مين بانسو ولا حبه على سلقتها. وفي نهاية الفيديو ما عليا غير نقول لكم يعطيكم الصحة وشكرا، وانتظروني مع فيديو جديد ووصفة جديدة، وإن شاء الله نلقى من عندكم الدعم باش نبارطاجي معاكم.